أهلا بكم. لقاء جديد، سهرة جديدة من سهرات الصالون العلمي. النهاردة نتطرق كالعادة لموضوعات عديدة ومتباينة، منها الإعلام البيئي والإعلام التربوي، الآثار وغير كده من قضايا وأطروحات فرضها طبيعة الحوار في هذا الصالون. تعالوا نرحب بأصحاب الصالون: الدكتور محمود عبد الكريم، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا دكتور. والدكتور ضاحي شعبان أبو غانم، مدير إدارة ترميم آثار سوهاج. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضراتكم. طبعا نتعرف أكتر على ضيوفنا، هترك لكل ضيف يدي يعني أهم ملامح السيرة الذاتية ويعرف نفسه يعني أكتر لحضراتكم في هذا الصالون، ونبدأ بالدكتور محمود. هو طبعا الحقيقة أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، تخصص صحافة. الحقيقة أنا بحب دايما التنوع في التخصصات فأنا عملت ماجستير في علوم البيئة من قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي جامعة عين شمس، وأيضا سجلت دكتوراه اتكلمت فيها عن معالجة الصحافة العربية والدولية للأزمات والكوارث البيئية. بالإضافة إلى هذا يعني أنا تدرجت في جميع مراحل العمل الصحفي، وحاليا أنا أشغل موقع نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي ومشرف على القسم القضائي. بالإضافة أن أنا بعد ثورة 25 يناير قمت بمعاونة بعض أصدقائي بإنشاء أحد الأحزاب السياسية الجديدة، وهو حزب المستقلين الجدد. الدكتور ضاحي. حضرتك أنا خريج جامعة القاهرة أيضا زي الدكتور محمود، ولكن كلية الآثار قسم الترميم، تخرجت منها عام 90. ثم أكملت دراسة درجة الماجستير وحصلت عليها في علاج وصيانة الصور الجدارية المنفذة على المقابر المنحوتة في الجبل. ثم بعد ذلك أكملت دراسة الدكتوراه، وكان موضوعها في علاج وصيانة الأيقونات القبطية، وقد أنهيتها في 2009. عملت بوزارة الدولة لشؤون الآثار أخصائي ترميم، ثم ترقيت إلى رئيس قسم ترميم آثار سوهاج، ثم مدير إدارة ترميم آثار سوهاج، ولا زلت أعمل حتى الآن بمنطقة آثار سوهاج، سواء كانت آثار إسلامية أو آثار قبطية بمختلف أنواعها. دكتور محمود، يعني في البداية طبعا في هذا الصالون الموضوعات عديدة، ولكن نبدأ مع حضرتك يعني تعرف لنا الإعلام البيئي والتربوي، تعريفه ايه؟ يعني طبعا احنا هنتكلم بشكل بسيط عشان الكلام ما يكونش يعني معقد بالنسبة للسادة المشاهدين. هو الإعلام البيئي هو الإعلام المساند لقضايا البيئة. بمعنى بسيط، الأول لازم الناس تعرف يعني ايه البيئة. للأسف ممكن حد يكون بيشتم حد فيقول له انت بيئة، وطبعا يعني هذا خطأ جسيم وجريمة حقيقة يعني لا تغتفر، لأن البيئة هي الأرض اللي احنا بنعيش عليها، هي الهواء اللي احنا بنتنفسه، هي المية اللي بنشربها، هي كل ما على الأرض وكل ما يحيط بالأرض بوجه عام. وبالتالي البيئة تعني الحياة، تعني كل شيء في الحياة. الإعلام الخاص بقضايا البيئة بعض الناس يعني بيتصوروا خطأ ان البيئة دي هي التلوث، يعني المشكلة الوحيدة في الدنيا هي تلوث البيئة، وطبعا هذا تصور خاطئ تماما، لأن البيئة هي اللي بتؤثر على كل شيء بالنسبة للإنسان. البيئة بتؤثر على حالته النفسية والمزاجية، البيئة تؤثر على الحالة الصحية والجسدية، البيئة تؤثر على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالإنسان. وبالتالي الإعلام البيئي هو تخصص حديث نسبيا، ربما تبلور بشكل واضح وبارز في التسعينيات من القرن الماضي. الإعلام البيئي بيعني ان وسائل الإعلام يعني تركز او تهتم بمعالجة القضايا البيئية، زي التلوث البيئي، زي الجفاف، زي التصحر، زي مشكلة نقص المياه، وهي طبعا احد الملفات المهمة جدا جدا التي تهتم بها القيادة السياسية الحالية، ملف مياه النيل ونقص المية. ايضا ما يتعلق بقضية الطاقة، زي ما حضرتك شايف فيه مناداة وفيه مطالب حتى رسمية بترشيد في استخدام الطاقة وتحديدا الكهرباء. وعلى هذا الأساس رأينا أن التيار الكهربائي بينقطع لفترات يعني ليست بالقصيرة،
وهذا يسبب ارتباكا ويسبب مشاكل خاصة مع ارتفاع حرارة الصيف. فبالتالي قضية الطاقة أيضا هي قضية بيئية، قضية التلوث الرهيب الناتج عن استنشاقنا للأدخنة المتصاعدة من شكمانات السيارات، أيضا مخلفات المصانع، مخلفات المحارق الطبية، مخلفات المستشفيات. الحقيقة الكثير من القضايا اللي ليها ارتباط وثيق جدا بحياتنا وباستقرارنا على سطح الأرض. إذن وسائل الإعلام مطالبة في إطار الإعلام البيئي إن هي تغطي جميع القضايا البيئية بشكل واضح، ما تعتمدش بس على الخبر. يعني احنا للأسف في الإعلام عموما بيركز دائما على الأحداث المثيرة، وهذا خطأ شائع. المفروض ان الإعلام البيئي يركز على مش الخبر بس، وإنما يركز على الكوارث البيئية من خلال التحليلات المتعمقة، من خلال التحقيقات الصحفية، بحيث تشعر القارئ أو تشعر المستمع أو تشعر المشاهد ان هو فعلا على دراية كافية بالمشكلات البيئية المختلفة. لكن تلك التحقيقات يعني الرصينة الجادة العلمية اللي فيها ذاك العمق وتلك العلمية يعني ما لا تجذب يعني عددا كبيرا من القراء، وبدليل على كده انه يعني نجوم الصحافة ورؤساء التحرير الكبار هم نفسهم بيلجأوا الى الإثارة، سواء في اللي بيكتبوه في الصحف او اللي بيقدموه من برامج. هو حضرتك يمكن معروف بالنسبة للمتخصصين في الصحافة وفي الإعلام عموما ان الصحافة او الإعلام الخاص بالدول النامية لازم يكون مختلف عن الإعلام اللي هو نشأ بشكل علمي في الدول الغربية. ثقافة الصحافة أو الإعلام في الدول الغربية زي ما بيقول أحد علماء الاتصال اللي هم المعروفين مارشال ماكلوهان، اللي هو بيقول ليس الخبر أن يعض الكلب إنسانا، وإنما الخبر أن يعض الإنسان كلبا. يعني إذا كان كلب عض إنسان إيه هو الغريب؟ ما هو طبيعي أن الكلب يعض إنسان، إنما الإنسان هو اللي يعض الكلب. هو يقصد بهذا الكلام أو بهذا المنطق ان الخبر اذا لم يكن مثيرا واذا لم يكن مشوقا فلا قيمة له. طبعا نحن نختلف كدول نامية لها قضايا ملحة بتهتم اكثر بقضية العيش وبقضية الجوانب الاقتصادية المختلفة. نحن لا نبحث عن الإثارة، يعني اذا كانت هناك إثارة ينبغي ان تكون إثارة موضوعية. يعني مثلا أنا في قضية البيئة تحديدا أنا ممكن أتكلم عن تأثير التلوث على صحة الإنسان، على الأمراض الصدرية، أتكلم على صحة الحامل، إزاي إن مثلا أسلاك الضغط العالي تؤثر على صحة الحامل، إزاي التلوث، إزاي الولد اللي بيجي يبيع اسطوانات بوتاجاز ويقعد يخبط على الأنبوبة بالمفتاح وبالتالي يسبب ما يعرف بالتلوث السمعي. الحقيقة ان الوش اللي حوالينا، يعني حياة القاهرة او حياة المدن عموما، هي حياة الحقيقة اشبه ما تكون بحياة الجحيم، لان فيها التلوث يعني يصيب اعصاب الانسان بالتوتر الشديد جدا جدا عندما لا تهنأ بعدد معقول من ساعات النوم، عندما لا تستطيع ان انت حضرتك تشعر براحة وانت في لقاء مع زوجتك او وانت جالس مع اولادك، فحضرتك انت بتكون تنشن جدا، بتكون متوتر الى اقصى درجة، وبالتالي هذا تأثير عوامل بيئية. انا كاعلامي في تصوري، وطبعا يعني واهل مكة واهل المنارة ادرى بشعابها، اتصور ان المذيع او الصحفي يستطيع ان هو يجعل ما يكتبه او ما ينشره او ما يذيعه يجعله مؤثرا جدا في حالة واحدة او في حالة اساسية، وهو إذا احنا ربطنا المعلومات اللي احنا بنقدمها فيما يخص الإعلام البيئي باحتياجات الإنسان. يعني أنا إذا كنت عارف إن هذا التلوث يمكن أن يسبب لأبنائي لا قدر الله أو للمحيطين به السرطانات المختلفة، إذا كنت عارف إن الأكل الملوث ده هيدمر صحته، إذا كنت عارف إن هذا الهواء الملوث هيسمم رئتيه وهيسبب له مشاكل في الحساسية وفي المناعة إلى آخره، كل هذا الإنسان لما يشوفه بيحس فعلا لا هذا الكلام له قيمة، لا ده مش مجرد كلام ان دي بيئة والناس فاكرة بيئة دي حاجة غريبة جدا، لا، البيئة تؤثر على صحة الجميع، انما هو التحدي الصعب والحقيقي ان انا اربط ما تنشره وسائل الاعلام باحتياجات الانسان بحيث يجي على الجرح زي ما بيقولوا. يعني من كده برضو ننتقل للدكتور ضاحي ونفهم وتشرح لنا اكتر بقى عن موضوع يعني رسالة الدكتوراه بتاع حضرتك
وهي طبعا خاصة بالأيقونات القبطية. نعم. نبدأ يعني الفكرة دي جت ازاي، وانت حضرتك مسلم والرسالة تتكلم عن الأيقونات القبطية، اشرح لنا ايه الحكاية. هو في الحقيقة بعد ما انهيت عمل الماجستير فكنت في إطار بحث مستمر عن موضوع للدكتوراه، وقد أشار علي أستاذ الدكتور ياسين زيدان، وهو أستاذ علاج وصيانة الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، بهذا الموضوع، خاصة أنه يشبه إلى حد ما نفس المجال الذي قمت بعمل رسالة الماجستير فيه. وهناك علاقة وثيقة بأن أن الأيقونة عبارة عن حامل خشبي بيتم التصوير عليها موضوع بشري أو موضوع عقيدي أو ديني. ثم بعد ذلك قمت بزيارة بعض الأماكن كالأديرة والكنائس بمنطقة السرسواج، وعندما كنت أخبر بعض القساوسة أو الرهبان باسمي فكنت ألاحظ بعض علامات العجب عليهم، إلى أنني مؤمن إيمان كبير وإيمان قوي بأن الأيقونة القبطية هي في الأصل تراث مصري، ليست ملك لأحد أيا كان صفته أو ديانته أو جنسه، وإنما هي ملك لمصر. وعلينا دور هام في نحن أخصائي الترميم وجميع طوائف المجتمع المختلفة في الحفاظ على هذه الأيقونة التي تمثل الصفحة في تاريخ مصر لا يمكن محياها أو طغيانها. ودوري ينطلق من هذا الأساس، أن أقوم بوضع أسلوب علمي ووضع التكنيك المناسب لإجراء عمليات العلاج والترميم والصيانة للأيقونات القبطية. وأيضا تعتبر الأيقونة القبطية من أكثر المواد الأثرية انتشارا في الأديرة والكنائس، وبالإضافة لأنها الأيقونة عبارة عن صورة أو موضوع شخصي منفذ على حامل خشبي يمكن نقله بسهولة من مكان إلى مكان، مما يتعرض إلى مشاكل متعددة ويتعرض لحدوث إتلافات متعددة. هذه الإتلافات يجب أن نكون بصددها لكي نقوم بعمل لازم من عمليات علاج وترميم. وفي الحقيقة لم أكن يعني أنا كشخصية لم أكن أعرف أنني سأعشق الأيقونة، فعلا عشقتها من كل قلبي الأيقونة القبطية، وقد تعاملت معها وكأنها إنسان يخاطبني، لأن الأيقونة القبطية تشكي فعلا من العديد من مظاهر التلف المتنوعة، سواء كان هذه المظاهر كان بسوء استخدام، يعني للأسف مسألة الوعي الأثري لدى العديد من الناس للأسف ليست كما يجب. فنلاحظ بعض الناس يقوموا بلمس الأيقونة للتبرك أو إشعال شموع أمامها. هذه الشموع تخرج لنا سناج، وممكن أن تؤدي إلى حرق أجزاء من الأيقونة، عملية اللمس والعرق، وممكن أن تؤدي إلى حدوث تبقعات وإتلافات متنوعة، بالإضافة للقدم الخاص بالأيقونة. بحقيقة الأمر الأيقونة أحببتها من كل جوانبي وجوارحي، وتعاملت معها كأنها إنسان، وقد استشعرت مدى الصعوبة العالية جدا في عملية العلاج والترميم للأيقونة، لأنها ليست تتكون من مادة واحدة، وأنها تتكون أحيانا من مادتين أو ثلاث. يعني ممكن الأيقونة عبارة عن حامل خشبي، ثم بعد ذلك طبقة تحضير أو بيسموها بينتنج راوند، وبعد كده اللاير بينتنج أو طبقة اللون. طبق الحامل الخشبي تنوع، ممكن يكون الأخشاب نفسها أخشاب مثلا خشب النبأ أو خشب الصنوبر أو الخشب العزيزي. تنوع الخشب وتنوع طبقات التحضير وتنوع المواد اللونية المستخدمة، كل هذه المواد يجب أن تراعي أثناء عمليات الترميم كل الدقة حتى لا تؤذي مادة أخرى أثناء عملية الترميم. دكتور ضاحي، يعني الجزء النظري والجزء العملي في رسالة الدكتوراه علاج وصيانة الأيقونات القبطية، الجزء النظري عبارة عن إيه ومصادره، والجزء العملي؟ الأيقونة في حد ذاتها هي كلمة أو لفظ أتى من كلمة أيكون، وهذا اللفظ لفظ لاتيني